والذي يكون في ظل الله يوم القيامة رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وش معناتها اجتمع عليه وتفرق عليه؟ وش معناتها؟ معناتها أنا وأنت نتحب في الله، تلاقينا، ليس لي مصلحة معك إلا أني أحبك لأنك مؤمن، وليس لك مصلحة معي لا تحبني إلا لإيماني أو أخلاقي. وهذا اجتماعنا أنا وأنت، بيننا نصيحة، بيننا أمر بالمعروف نهي عن المنكر، بيننا ذود في الظهر، ندافع على بعضنا في الظهر، بيننا ماذا؟ نصرة، أنصرك ظالما ومظلوما. مظلوم باينة، وظالم إذا غلطت نقول لك رواح أنا نحبك بس ما ظلمت فلان، وما لا ينبغي تقول هذه الكلمة، أنا نصرتك وأنت ظالم وأنا نصرتك. وعندما نفترق الظروف، أنت رحت مكان وأنا رحت مكان، أو فرق بيننا الموت، أو افترقنا في الله. ما افترقناش لأن ما حبيش تعطي لي وقلت لك سلف لي وما سلفت ليش ودرت لي جاست، لا، افترقنا في الله، افترقنا وإحنا على استمرارية. هذه إخواني الكرام يسموها الصدق في العلاقات، الصدق في العلاقات. في زمن غلبت فيه المادية اليوم، في زمن صار الناس ينظرون إلى الناس أرقام ومناصب وجاه وفلان ويقضي لي ونسحقه في يوم من الأيام وكذا، وتولى أخلاقنا فسدت. وقديما توعنا وش يقولوا الطمع يفسد الطبع، والإنسان فاسد يبدل الناس ويبدلك يعني عادي، يعني من دون حياء. وصار اليوم الناس خلاص سقط القناع، نسأل الله السلامة والعافية. الصداقة الحقيقية اسألوا عنها أبا بكر وعمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه أبو بكر، قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال واساني يوم تركني الناس، آمن بي يوم كذبني الناس، صدقني يوم كذبوني الناس في الإسراء والمعراج، واساني وقف معايا نهار خلاوني الناس. هي الصداقة الحقيقية.